نتابع معكم هذه التغطية الخاصة بالزلزال القوي الذي ضرب المغرب ليلة أمس، وما زال هناك محاولات لإسعاف الجرحى وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض. حتى الآن الحصيلة الرسمية هي 820 قتيل ومئات الجرحى، جروحهم متفاوتة الخطورة، بينما ما زالت عمليات الإنقاذ جارية. مركز هذا الزلزال هو في إقليم الحوز، وتحديدا في منطقة إغيل كما ذكرت وزارة الداخلية المغربية. طبعا شعر السكان في أكثر من مدينة مغربية حتى في العاصمة الرباط بهزات من هذا الزلزال الذي يعتبر الأقوى في تاريخ المغرب منذ أكثر من قرن. تنطر بالتسلسل كلشي القهوة مرة دي تبقوس الصلاة عندي تبقوس كلشي أسيدي من يسوع شدني بالله بالله العظيم حاسب ونكذب حاسب وفي فكة ونكذب كلشي أنت لا حول ولا قوة إلا بالله أسيدي من المصالحات أنت صحيح فكها السلام السلام يا رب السلام ولا غير تداروا بنكاز استغن، ولكن حقا فوق السكين المرصد سجل أيضا هزات ارتدادية متعددة بالعشرات تلت هذه الهزة الرئيسية. كانت أعنف هزة ارتدادية حوالي 5 درجات فاصلة 9 على سلم ريشتر، اقتربت من 6 درجات على سلم ريشتر. نتمنى أن تكون هذه أقوى هزة ارتدادية. فيما بعد سجلنا أيضا هزات ارتدادية ضعيفة، بعضها لم يشعر بها الساكنة في المنطقة. تبقى هذه الهزات تشمل المجال الجغرافي في حوالي هذا الفالق الرئيسي أو الصدع المسبب لهذه الهزة الرئيسية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ليل لم ينجلي ولم ينبلج صبحه على مئات من سكان المغرب. زلزال نادر وصف بالأعنف منذ قرن بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب أقاليم الحوز ومراكش وورزازات وأزلال وشيشاوة وتارودانت. هنا في إقليم الحوز على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب غربي مراكش، وعلى بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوب العاصمة الرباط، وتحديدا في قرية إيغيل يقع مركز الزلزال الذي أعقبته عشرات الهزات الارتدادية. في اللحظات الأولى لوقوع الكارثة تنطق الصورة وحدها بما يفوق الوصف. تقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق أكثر من 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات.